بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بيكم معايا على قناة اميرة وكروشيه. في فيديو النهارده ان شاء الله هننفذ مع بعض شال كروشيه مثلث، وغرزته شكلها حلو جدا ومميزة. الشال سهل وبسيط، والغرزة هنا تكرار ل5 سطور. كل ما بتكرريهم بتحفظيهم وبتلاقيه سهل جدا جدا في شغل. وهنا ممكن تشتغلي الشال كشال او سكارف زي ما انت عايزه، بتكرري في السطور لحد ما توصلي للمقاس اللي انت عايزاه. ممكن برضه تشتغليه بأي خيوط متوسطة السمك أو رفيعة أو سميكة. هو هيبقى هدية حلوة جدا لعيد الأم، فلو حبيتي تنجزي فيه بسرعة ممكن تشتغليه بخيوط سميكة. يلا بينا نبدأ مع بعض إن شاء الله في تنفيذ الشيء. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة بتعملي عقدة البداية وبتشتغلي 10 سلاسل. 1 2 3 4. ال4 سلاسل دول اللي هنشتغل عليهم أعمدة السطر الأول. بعدهم بتشتغلي 6 سلاسل. 1 2 3 4. ال4 سلاسل دول بنعتبرهم عمود بلفتين اشتغلناه في أول السطر. بعد كده بتشتغلي السلسلتين، والسلسلتين دول هيبقوا فرق ما بين العمود بلفتين والأعمدة. تمام، يبقى احنا كده اشتغلنا 10 سلاسل. 4 اللي هنشتغل عليهم أعمدة السطر الأول، و4 عمود بلفتين، و2 فرق ما بين العمود والعمود اللي بعده. بعد كده هتاخدي لفة على الإبرة وتسيبي ال6 سلاسل. 1 2 3 4 5 6، وتدخلي على سابع سلسلة اللي هي من هنا هتبقى الرابعة. 1 2 3 4. هتبتدي تشتغلي على كل سلسلة عمود، يعني هيبقى عندك 4 أعمدة. كده أول عمود. على السلسلة اللي بعدها 2 3 4. كده بقى عندنا 4 أعمدة اشتغلنا على كل سلسلة عمود. آخر السطر هتشتغلي سلسلتين وتاخدي لفتين على الإبرة، وهتشتغلي عمود بلفتين على السلسلة الأخيرة اللي اشتغلنا عليها العمود الربع. تشتغلي عليها عمود بلفتين، بتاخدي عدد لفيته على 3 مرات. لفتين لفتين لفتين. فكده السطر الأول عندنا يعتبر عمود بلفتين، باعتبار إن ال4 سلاسل عمود بلفتين، وبعدين سلسلتين 4 أعمدة سلسلتين عمود بلفتين. ده كده السطر الأول من الغرزة. تمام، يبقى السطر الأول من الغرزة عبارة عن 4 أعمدة. السطر التاني بترتفعي 4 سلاسل. 1 2 3 4، دول كده بنعتبرهم عمود بلفتين. بعدهم بتشتغلي السلسلتين، ودايما هيبقى عندك في أول كل سطر 6 سلاسل. 4 عمود بلفتين و2 فرق ما بين العمود بلفتين والأعمدة. هتلفي الشغل وتدخلي جوه السلسلتين. تمام، تشتغلي 3 أعمدة. 1 2 3، وعلى أول عمود من ال4 هتشتغلي عمود، فكده كملوا 4 أعمدة. فكده اعتبر اشتغلنا عمود بلفتين سلسلتين 4 أعمدة. سلسلة واحدة. تمام، سلسلة وبتسيبي عمود 2، وهنبدأ نشتغل 4 أعمدة. أول عمود منهم على ربع عمود، و3 أعمدة جوه السلاسل. 1 2 3. كده اشتغلنا 4 أعمدة. سلسلتين وتاخدي لفتين على الإبرة، وآخر كل سطر بيبقى عندك سلسلتين عمود بلفتين. تمام، هنشتغل على ربع سلسلة. هتعدي كده من تحت 1 2 3، وعلى ربع سلسلة تدخلي كده وتشتغلي العمود بلفتين. ده كده السطر التاني عندنا، وده كده السطر التاني من الغرزة. تمام، احنا عندنا ال4 سلاسل اللي بقى نعتبرهم عمود بلفتين، وبعدين السلسلتين يعني 6 سلاسل ثابتين، واخر السطر بيبقى عندك سلسلتين عمود بلفتين. الغرزة هنا عبارة عن 4 أعمدة سلسلة 4 أعمدة. ده كده السطر التاني. السطر التالت بدايته بترتفعي 4 سلاسل وتشتغلي سلسلتين، يعني بنشتغل ال6 سلاسل. انت عرفتي بقى ان ال4 عمود بلفتين وال2 فرق. هنشتغل 4 أعمدة، 3 أعمدة جوه السلاسل. 1. ده كده السطر التالت. 2 3، والعمود الرابع بنشتغله على أول عمود. فكده بقى عندنا 4 أعمدة. سلسلتين، هتدخلي جوه السلسلة، يعني بتسيبي ال3 أعمدة وتشتغلي جوه السلسلة عمود بلف. سلسلتين
وبتسيب ال3 أعمدة ونبدأ نشتغل 4 أعمدة. أول عمود منهم على ربع عمود، 1 وال3 جوه السلاسل كده، 2 3 4. فالغرزة هنا عبارة عن 4 أعمدة، سلسلتين، عمود، سلسلتين، 4 أعمدة. ده كده السطر التالت. أما آخر السطر الثابت معانا اللي هو سلسلتين وعمود بلفتين على ربع سلسلة، 1 2 3، وجوه ربع سلسلة بتشتغلي العمود أبو لفتين. ده كده شكل السطر التالت من الغرزة. احنا شغالين كده، تحفظي معايا السطر بيبقى عبارة عن ايه عشان ما تيجي تكرري بعد كده تلاقي نفسك حفظتي. تمام. السطر الرابع بدايته بترتفعي ال6 سلاسل، 4 عمود بلفتين وسلسلتين فرق، وتاخدي لفة على الإبرة وتلفي الشغل وتشتغلي 4 أعمدة. أول 3 أعمدة جوه السلاسل، 1 2 3، والعمود الرابع على أول عمود. وده برضو بيبقى دايما عندنا في أول كل سطر بالطريقة دي، 4 أعمدة، 3 أعمدة جوه السلاسل وعمود على أول عمود. بعد كده بتشتغلي سلسلتين، تدخلي جوه السلسلتين تشتغلي عمودين، 1 2، وجوه السلسلتين اللي بعدهم عمودين، 1 2. فكده بقى عندنا 4 أعمدة، 1 2 3 4، سلسلتين ونشتغل ال4 أعمدة. بتسيبي ال3 أعمدة وعلى العمود الرابع بتشتغلي أول عمود من ال4، وال3 أعمدة بتشتغليهم جوه السلاسل. فكده بقى عندنا 4 أعمدة. تمام. بعد كده سلسلتين وبتشتغلي العمود أبو لفتين على ربع سلسلة، 1 2 3، وعلى ربع سلسلة بتشتغلي العمود. ده كده السطر الرابع من الغرزة. السطر الخامس بترتفعي ال6 سلاسل. نقول بقى خلاص ايه، عرفنا ان هما 6 سلاسل، 1 2 3 4 5 6، وبتلفي الشغل وهتشتغلي ال4 أعمدة اللي بيبقى عندنا في أول السطر. فبتشتغلي في الأول 3 أعمدة جوه السلاسل، 1 2 3، والعمود الرابع بتشتغليه على أول عمود، سلسلتين، 1 2. وهنا هيزيد عدد الأعمدة ويبقوا 8. بتشتغلي جوه السلسلتين عمودين، 1 2، وعلى كل عمود من ال4 بتشتغلي عمود. فكده بقوا 3 4 5 6، جوه السلسلتين عمودين، فكده 7 8. يبقى هنا في السطر الخامس بقى عندنا في الجزء ده كده عندنا 8 أعمدة. بعد كده بتشتغلي سلسلتين وبتشتغلي ال4 أعمدة، بتسيبي ال3 أعمدة وتبدأي أول عمود على العمود الرابع، و3 أعمدة جوه السلاسل. فكده بقوا 2 3 4، وسلسلتين والعمود أبو لفتين اللي بيبقى على ربع سلسلة. بتعدي 1 2 3، وجوه ربع سلسلة بتشتغلي العمود أبو لفتين. تمام. ده كده شكل السطر الخامس من الغرزة. زي ما انت شايفة الغرزة سهلة جدا. تمام. هنشتغل السطر السادس من الغرزة. السطر السادس بيبقى بدايته برضو 6 سلاسل، وبتاخدي لفة على الإبرة وبتلفي الشغل وبتشتغلي برضو ال4 أعمدة اللي هو 3 أعمدة بتبقى جوه السلاسل، والعمود الرابع بيبقى على أول عمود. بعد كده بتشتغلي سلسلتين وبتسيبي ال3 أعمدة، وهنا هيزيد عدد الأعمدة ويبقوا 12 عشان هنشتغل العمودين جوه السلسلتين. وبعد كده بنشتغل على ال8 أعمدة على كل عمود عمود. فكده بقوا 3 4 5 6 7
8 9 10. وبنشتغل جوه السلسلتين عمودين، فكده 11 12. بعد كده بتشتغلي سلسلتين، احنا كده يبقى عندنا 12 عمود. تمام. وتشتغلي الأربع أعمدة اللي بيبقوا في آخر السطر. على العمود الرابع بتشتغلي عمود، وجوه السلاسل 3 أعمدة، 1 2 3. فكده بقى عندنا 4 أعمدة زي ما انت شايفة كده ثابتين معانا في آخر السطر. دول كده البرواز بتوع الغرزة، يعني هتبقى هنا الغرزة كده في النص وحواليها برواز اللي هو ال4 أعمدة. آخر السطر بتشتغلي سلسلتين وبتاخدي لفتين على الإبرة وبتعدي كده من تحت 1 2 3، وجوه ربع سلسلة بتوسعي لها كده وبتشتغلي العمود أبو لفتين. تمام. يبقى احنا كده اشتغلنا 6 سطور، 1 2 3 4 5 6. كنا طول ما احنا شغالين بنزود في الجزء ده، كان عمود بقى 4 بقوا 8 وبعدين بقوا 12. تمام كده احنا في نص الغرزة بالظبط. احنا عندنا الغرزة عبارة عن 11 سطر، بس لما هنيجي نكرر هنكرر 5 سطور بس. تمام، لان السطر 11 هيبقى السطر ال11 وفي نفس الوقت هو السطر الاول من الغرزة اللي بتتكون معانا جديد. فاحنا كده في السطر السادس الأربع أعمدة دول هم أول سطر من الغرزة اللي هتتكون جديد. الغرزة دي هنبدأ ننقص في عدد الأعمدة فهتقل معانا وتتقفل، وهنا هيكون عندنا الشكل ده، واحد هنا في الأول وواحد كده هنا في الطرف التاني، فهتزيد معانا الغرزة وتبقوا 2، وكل 5 سطور هتزيد معانا غرزة، يعني هيبقوا 2 وبعدين يبقوا 3 وبعدين يبقوا 4 وهكذا كل ما بتكرري في ال5 سطور. دلوقتي بقى هنشتغل السطر السابع من الغرزة وهيبقى تاني سطر في الغرزة زي ما اشتغلنا تحت كده. تمام، انا بفهمك برضو عشان بعد كده ما تيجي تكرري تلاقي نفسك حافظة وفاهمة برضو الشال عبارة عن ايه. كده هنشتغل السطر السابع والسطر التاني من الغرزة اللي هتتكون هنا وتتكون هنا. فهترتفعي الأربع سلاسل، 1 2 3 4 والسلسلتين يعني ال6 سلاسل، وتاخدي لفة على الإبرة والأربع أعمدة بنشتغلهم بنفس الطريقة. دول كده السطر التاني من الغرزة. تمام، الأربع أعمدة دول السطر التاني من الغرزة اللي بتتكون جديد. هتشتغلي ال3 أعمدة والعمود اللي هنشتغله على على أول عمود من الأربعة، فكده بقوا كام؟ كده بقوا 4. هنا بقى هتشتغلي سلسلة واحدة بس، سلسلة واحدة، وهتسيبي عمودين وهتشتغلي 4 أعمدة، أول عمود منهم على ربع عمود، وبتشتغلي 3 أعمدة جوه السلسلة جوه السلسلتين. تمام، يبقى احنا كده بقى عندنا في أول السطر، سيبنا بقى احنا حفظنا ان احنا في أول السطر بقى عندنا 6 سلاسل، هنا عندنا 4 أعمدة، سلسلة 4 أعمدة، دول السطر التاني من الغرزة الجديدة. والأربع أعمدة دول بيبقوا مشتركين ما بين السطر التاني من الغرزة وما بين السطر السابع من الغرزة اللي بتخلص معانا. هتشتغلي بعد كده سلسلتين وهنبدأ نقلل في عدد الأعمدة، فبتسيبي أول عمودين وبتشتغلي 8 أعمدة زي السطر اللي قبله كده على كل عمود عمود، يعني هنسيب أول عمودين وآخر عمودين. بدأنا كده من على تالت عمود اشتغلنا العمود كده 2 3 4 5 6 7. والعمود الثامن بنشتغله على العمود وبيبقى كده باقي عندنا عمودين، يبقى احنا كده سيبنا اول عمودين وسيبنا اخر عمودين، بننقص عشان الغرزة تتقفل معانا. سلسلتين وهنشتغل في السطر التاني من الغرزة. السطر التاني الأربع أعمدة هيبقوا مشتركين كده بيقفلوا الغرزة ومشتركين ان هما السطر التاني من الغرزة دي. فهتشتغلي الأربع أعمدة، أول 3 أعمدة منهم جوه السلاسل، يبقى احنا لما بننقص بنشتغل 3 أعمدة جوه السلسلتين، بنسيب عمودين ونشتغل 3 أعمدة جوه السلسلتين وبنشتغل العمود الرابع على أول عمود. وده كده السطر التاني من الغرزة الجديدة، سلسلة واحدة وبتسيبي عمودين وتشتغلي الأربع أعمدة، أول عمود منهم جوه على أول عمود على رابع عمود. تمام، وبعد كده بتشتغلي 3 أعمدة جوه السلاسل
فهنا اهو زي ما انت شايفة عندنا في الأول 4 أعمدة سلسلة 4 أعمدة، وفي الآخر برضو 4 أعمدة سلسلة 4 أعمدة، وده كده بيبقى السطر التاني من الغرزة. أما آخر السطر فبيبقى ثابت السلسلتين والعمود أبو لفتين اللي بنشتغله على ربع سلسلة، 1 2 3، وعلى الرابعة بالشكل ده كده بتدخلي تشتغلي العمود أبو لفتين. تمام، يبقى احنا واحنا في السطر السابع من الغرزة في السطر التاني من الغرزتين اللي اتكونوهم. هنشتغل دلوقتي السطر الثامن من الغرزة وفي نفس الوقت السطر الثالث من الغرزة الجديدة. فهترتفعي 6 سلاسل وتشتغلي الأربع أعمدة، تلفي الشغل وتشتغلي 3 أعمدة جوه السلاسل والعمود الرابع على أول عمود. هنا بقى هتشتغلي سلسلتين وبتسيبي ال3 أعمدة وتشتغلي جوه السلسلة عمود. ده كده السطر الثالث من الغرزة زي تحت كده لما كان عندنا السطر الثالث عبارة عن سلسلتين عمود سلسلتين. تمام، هتشتغلي بعد كده السلسلتين ونشتغل الأربع أعمدة، بتسيبي ال3 أعمدة وتشتغلي على العمود الرابع أول عمود من الأربعة، وجوه السلاسل بتشتغلي 3 أعمدة. يبقى احنا واحنا بننقص بنشتغل جوه السلسلتين دول 3 أعمدة وبنسيب أول عمودين. تمام، فكده ده السطر الثالث من الغرزة. وهنا السطر الثامن هتشتغلي السلسلتين وبتسيبي عمود 2، وابتداء من الثالث هتشتغلي 4 أعمدة، هتشتغلي 4 أعمدة. تمام، 1 2 3 4، وبيبقى بقى عندك عمودين دول بنسيبهم. بعد كده بتشتغلي سلسلتين وبنشتغل بقى في السطر ايه التالت من الغرزة، هنا الثامن وهنا التالت. هتشتغلي 3 أعمدة جوه السلاسل وعمود على أول عمود، سلسلتين وجوه السلسلة بتسيبي 3 أعمدة وجوه السلسلة بتشتغلي عمود، سلسلتين وبتسيبي ال3 أعمدة وتشتغلي على الرابع أول عمود من الأربعة، وجوه السلاسل بتشتغلي 3 أعمدة. فكده كملوا 4 أعمدة، سلسلتين عمود بلفتين على ربع سلسلة. تدخليها بالشكل ده عشان الخط ده يطلع مظبوط معاكي. تمام، يبقى احنا ده كده الشكل عندنا. ده كده السطر الثالث من الغرزة الجديدة، 1 2 3، والسطر التاسع 1 2 3 4 5 6 7، السطر الثامن اسفة من الغرزة اللي بتخلص معانا زي ما انت شايفة كده، دي بتخلص ودي بتبدأ. هنشتغل دلوقتي في السطر التاسع، 1 2 3 4 5 6 7 8 9. تمام، السطر التاسع وهيبقى السطر الرابع من الغرزة اللي بتبدأ معانا. فهترتفعي ال6 سلاسل وتاخدي لفة على الإبرة وتلفي الشغل. السطر الرابع من الغرزة عبارة عن 4 أعمدة سلسلتين 4 أعمدة سلسلتين 4 أعمدة، فبتشتغلي ال4 أعمدة اللي في الأول اللي هما بيعتبروا البرواز بتاع الغرزة، 3 أعمدة جوه السلاسل والعمود الرابع على أول عمود، سلسلتين، وهيبقى عندنا 4 أعمدة. أول عمودين بتشتغليهم جوه السلسلتين قبل العمود، والعمود التالت والرابع بتشتغليهم جوه السلسلتين اللي بعد العمود. فكده بقى عندنا 4 أعمدة، سلسلتين، وبنشتغل ال4 أعمدة اللي هما برواز مشترك ما بين ربع سطر هنا، تمام، ما بين الغرزة اللي بدأت معانا والغرزة اللي بتخلص. فبتسيبي ال3 أعمدة وبتشتغلي ال4 أعمدة، أول عمود منهم على العمود الرابع، وبعد كده بتشتغلي 3 أعمدة، 1 2 3. يبقى ده كده السطر الرابع من الغرزة
زي ما انت شايفة كده البرواز اهو، والسطر هنا التاسع من الغرزة هيبقى البرواز ماشي كده. بعد كده بتشتغلي سلسلتين، وهنا هنشتغل العمود. تمام، هنشتغله فين؟ هنسيب العمودين ونشتغل ما بين العمود التاني والتالت في النص كده، مش على العمود يعني، في النص ما بين. هتشتغلي بعد كده سلسلتين ونشتغل في الاربع اعمده. هتدخلي جوه السلاسل، يبقى احنا لما بنسيب عمودين بنشتغل جوه السلاسل، وسلسلتين اللي بعدهم بتشتغلي 3 اعمده. يبقى لما بنقلل بنشتغل في الجزء ده كده، بنقلل بنشتغل 3 اعمده جوه السلسلتين، اما هنا عشان بنزود بنشتغل عمودين بس. تمام، وبنسيب ال3 اعمده. فهتشتغلي سلسلتين، وهنا هيبقى عندك 4 اعمده، بتسيبي ال3 اعمده وتدخلي، وده كده السطر الرابع من الغرزه. تشتغلي عمودين جوه السلسلتين وعمودين جوه السلسلتين اللي بعدهم، فبقى عندك 4 اعمده. سلسلتين وبتسيبي ال3 اعمده وتشتغلي ال4 اعمده اللي بعدهم بنفس بقى الطريقه اللي انت عرفتيها، عمود على ربع عمود و3 اعمده جوه السلاسل. سلسلتين وعمود بلفتين، 1 2 3، وعلى ربع سلسله تدخلي في ظهرها كده وتشتغلي العمود. تمام، يبقى ده كده شكل الغرزه زي ما انت شايفه. تمام، البرواز هنا هو بيتقفل بالشكل ده، وهنا بتزيد بالشكل ده. الأعمدة الأربعة دول مشتركين اللي بيبقوا في النص ما بين الغرزتين. السطر العاشر، وده هيبقى السطر العاشر في الغرزة اللي بدأناها في الأول، والسطر الخامس في الغرزة اللي بدأناها بعد كده، اللي هما الغرزتين. تمام، فهترتفعي 6 سلاسل وتشتغلي ال4 أعمدة، بتلفي الشغل وبتشتغلي ال3 أعمدة. والعمود الرابع هتشتغليه على ايه؟ على العمود الأول. كده اشتغلنا ال4 أعمدة. هتشتغلي سلسلتين وهتسيبي ال3 أعمدة، وهنا هيزيد عدد الأعمدة زي تحت كده وهيبقوا 8، عشان بنشتغل عمودين جوه السلسلتين، وعلى كل عمود من الأربعة تشتغلي عمود. فكده 3 4 5 6، وبتشتغلي العمودين جوه الايه؟ السلسلتين. فكده 7 8 سلسلتين. يبقى ده كده السطر كام؟ 1 2 3 4 5، بيبقى عندنا في الجزء ده 8 أعمدة. هتشتغلي بعد كده ال4 أعمدة، بتسيبي 3 أعمدة وتبدأي تشتغلي ال4 أعمدة، وال4 أعمدة دول هم السطر العاشر من الغرزة. تمام، هيبقى السطر العاشر من الغرزة عبارة عن 4 أعمدة، 1 وجوه السلاسل 3 أعمدة، فكده 4 أعمدة. تمام، وبتشتغلي سلسلة واحدة بس بتعدي من فوق العمود، وتشتغلي بعد كده 4 أعمدة، 3 جوه السلسلتين وعمود على أول عمود. ده كده السطر العاشر من الغرزة زي ما انت شايفة كده، بتتقفل معانا خلاص. بعد كده بتشتغلي سلسلتين، وبنبدأ هنا بقى نشتغل في السطر اللي هو السادس من الغرزة، الخامس من الغرزة. 1 2 3 4 5 السادس. تمام، معلش بقى لخبطة. ده كده السطر الخامس من الغرزة اللي اتكونت معايا. هتشتغلي 8 أعمدة، بتسيبي ال3 أعمدة وتشتغلي جوه السلسلتين عمودين، وبعد كده بتشتغلي على كل عمود من ال4 عمود. فكده 3 4 5 6. بعد كده بتشتغلي العمودين، فكده بقوا 8 أعمدة.
يبقى كده ده السطر كام؟ 1 2 3 4 5 من الغرزة. السطر الخامس من الغرزة بيبقى عندك في الجزء ده 8 أعمدة والسلسلتين، وفي الآخر بيبقى عندك ال4 أعمدة. أول عمود منهم على تالت على ربع عمود، وبعد كده بتشتغلي ال3 أعمدة. 1 2 3 سلسلتين عمود بلفتين على ربع سلسلة. ده كده السطر الخامس من الغرزة اللي بدأت معانا، والسطر العاشر من الغرزة اللي بتخلص. تمام، فاضل سطر وتخلص معانا، وابتداء بقى السطر اللي جاي ده هيبقى أول سطر من غرزة بتتكون معانا جديد، وآخر سطر في الغرزة اللي بدأناها. تمام، فهتشتغلي بقى ايه السطر اللي هو ال11. عشان كده بقولك الغرزة بتكمل معانا ب11 سطر. هترتفعي ال6 سلاسل وتلف، تاخدي لفة على الإبرة وتلفي الشغل وتشتغلي ال4 أعمدة. 1 2 3 والعمود الرابع على أول عمود، سلسلتين. وهنا بقى السطر السادس من الغرزة هيبقى عبارة عن 12 عمود. هتدخلي جوه السلسلتين تشتغلي عمودين، وعلى كل عمود من 8 عمود. فكده 3 4 5 6 7 8 9 10. جوه السلسلتين عمودين، فكده 11 12. ده كده السطر السادس من الغرزة. تمام، اللي اتكونوا عندنا بقت عندنا واحدة في أول السطر وواحدة في آخره. تمام، زي ما انت شايفة كده عندنا ده 1 2 3 4 5 6، وفي نفس الوقت ده السطر الأول من الغرزة اللي هتتكون بعد كده. هتتكون واحدة معانا في أول السطر، واحدة في نصه، وواحدة في آخره. فهتشتغلي كده سلسلتين، وهنا هنشتغل ال4 أعمدة، وال4 أعمدة دول السطر ال11 والأخير من الغرزة اللي كنا بادئينها من الأول. تمام، والسطر الأول من الغرزة اللي هتتكون بعد كده، فهتبقى دي تاني غرزة معانا في السطر. أول عمود منها بتشتغليه على رابع عمود، أول عمود من الأربعة. جوه السلسلة عمودين، 1 2، والعمود الرابع بتشتغليه على أول عمود من الأربعة، وبعد كده بتشتغلي السلسلتين. فزي ما انت شايفة كده الغرزة اتقفلت معانا خالص. وده كده السطر الأول من الغرزة اللي هتتكون فوقيها. هتشتغلي بعد كده 12 عمود، اللي هو السطر ايه السادس من الغرزة اللي كنا بادئينها. أول عمودين بتشتغليهم جوه الايه جوه السلسلتين كنا بادئينها في النص. تمام، وعلى كل عمود من ال8 عمود. فكده 3 4 5 6 7 8 9 10، وعمودين جوه السلسلتين. فكده بقى عندنا 12 عمود. بعد كده بتشتغلي السلسلتين وتشتغلي ال4 أعمدة، بتسيبي ال3 أعمدة، وأول عمود بتشتغلي على ربع عمود و3 أعمدة جوه السلاسل. سلسلتين وعمود بلفتين على ربع سلسلة. ده كده شكل السطر ال11 من الغرزة، وخلصت معانا زي ما انت شايفة كده. تمام،
الغرزة دي خلصت معانا. اما الغرزة دي في نصها اللي هو السطر السادس منها. هنا بقى عندنا الغرزة اللي في السطور الجاية هتتكرر 3 مرات، بعد ما كانت متكررة مرة وبعدين مرتين هتتكرر تالت، مرة في اول السطر ومرة في نصه ومرة في اخره. وكل ما بتكرري ال5 سطور اللي حددهم لك دلوقتي اللي هو بداية من السطر الجاي لحد ما هنشتغلهم ونكملهم 5 سطور، بتفضلي تكرري فيهم. كل ما يخلص ال5 سطور تكرريهم هما فبيزيد معاكي عدد الغرز واحدة كل ما بتكرري في ال5 سطور. تمام. فانا دلوقتي ال5 سطور اللي هشتغلهم معاكي شبه اللي اشتغلناهم تحت، بس هما دول اللي هيبقوا بقى باينين معانا، وبانت الغرزة انها بتزيد اكتر، وبتكرريهم كل ما بتخلصيهم فبيكبر معاكي المفرش. عشان في اخوات مبتدئات بيقولوا لي كمليه لاخره، لا هو مش محتاج اخره، هو بس انت لما هتكرري في ال5 سطور هتزيد معاكي في كل 5 سطور غرزة. يبقى انا دلوقتي هحدد لي ال5 سطور هما اللي بتكرريهم. اول سطر منهم هيبقى السطر السابع من الغرزة، وهنا هيبقى السطر التاني من الغرزة. تمام. فهترتفعي ال6 سلاسل وتلفي الشغل وتشتغلي ال4 أعمدة اللي بيبقوا معاكي في أول كل سطر. 3 أعمدة جوه السلاسل وعمود على أول عمود. كده بقى عندنا 4 أعمدة. بعد كده بتشتغلي سلسلة واحدة بس، يبقى السطر التاني من الغرزة 4 أعمدة سلسلة 4 أعمدة. بتسيبي العمودين وتشتغلي أول عمود من ال4 على ربع عمود، و3 أعمدة جوه السلاسل اللي هما السلسلتين. زي ما انت شايفة احنا لما بنبتدي هنا ننقص بنشتغل جوه السلسلتين 3 أعمدة، لما بنزود بنشتغل عمودين بس. يبقى كده بقى عندنا السطر التاني من الغرزة عبارة عن 4 أعمدة سلسلة 4 أعمدة سلسلتين، وبنشتغل هنا بقى في السطر السابع من الغرزة اللي هو هيبقى عبارة عن 8 أعمدة. بتسيبي أول عمودين وتبدأي من على التالت تشتغلي 8 أعمدة. 1 2 3 4 5 6 7 8. تمام. بيقل معانا، احنا لما بيقل معانا بتبدأ ال4 أعمدة دي تبقى مشتركة ما بين الغرزة اللي بدأت والغرزة اللي بتخلص، فهيبقى عندك هنا 8 أعمدة. وبعد كده لما بتبتدي بتكرري الجزء ده، هو الجزء ده اللي بيتكرر معاكي. في الأول هتشتغلي السلسلتين ومن بعد السلسلتين هتكرري ده. تمام. اللي هو بقى هيبقى عندك 4 أعمدة، هتشتغلي 3 أعمدة جوه جوه السلاسل، والعمود الرابع بتشتغليه على أول عمود. فكده بقى عندنا 4 أعمدة. بعد ال4 أعمدة بتشتغلي سلسلة وبتشتغلي 4 أعمدة، فبتسيبي العمودين وعلى العمود الرابع بتشتغلي أول عمود من ال4 و3 أعمدة جوه السلسلتين. 1 2 3. فكده كملوا 4 وبعدهم سلسلتين، وده كده السطر التاني من الغرزة. تمام. عبارة عن 4 أعمدة سلسلة 4 أعمدة. بعد كده بنشتغل في السطر السابع من الغرزة، فبتسيبي العمودين وبتشتغلي 8 أعمدة. 1 2 3 4 5 6 7 8. كده اشتغلنا السطر السابع من الغرزة اللي هو عبارة عن 8 أعمدة. بعد كده بتشتغلي سلسلتين ونشتغل في السطر التاني من الغرزة اللي هو عبارة عن 4 أعمدة. أول 3 أعمدة بتبقى جوه السلاسل والعمود الرابع على العمود. وهنا الفرق هيبقى ما بين ال4 أعمدة واللي بعدهم سلسلة واحدة بس. تاخدي بالك إن في السطر التاني من الغرزة الفرق سلسلة واحدة. هتسيبي عمودين وتشتغلي على العمود الرابع عمود وجوه السلاسل 3 أعمدة. فكده بقى معانا 4 أعمدة سلسلة 4 أعمدة. الغرزة اتكررت اهي 3 مرات، 1 2 3، واللي بتخلص معانا متكررة مرتين. آخر السطر سلسلتين عمود بلفتين على ربع سلسلة.
يبقى ده كده اول سطر من التكرار اللي هو السطر التاني من الغرزة. فانت يستحسن كده تجيبي ماركر او اي حتة فتلة وتعلمي بيها كده على بداية السطر، عشان تبقي عارفة ان كل ما بتخلصي احنا هنحط علامة على اول سطر من التكرار وعلامة على اخر سطر. اول ما توصلي لاخر سطر من التكرار اللي هو الخامس بتبدأي تكرري من السطر الاول من التكرار. تمام، ترجعي تبصي كده وتكرري لحد ما تحفظي بقى. السطر التاني من التكرار هترتفعي الست سلاسل وتاخدي لفة على الإبرة، وهنا هيبقى السطر التالت من الغرزة اللي في أول السطر. تمام، اللي هما هيكرروا معانا 3 مرات في السطر. فهتدخلي كده وتشتغلي 3 أعمدة وعمود على أول عمود وسلسلتين، وده كده السطر التالت من الغرزة بيبقى عمود جوه السلسلة، سلسلتين والأربع أعمدة. فبتسيبي ال3 أعمدة وتشتغلي على ربع عمود وال3 أعمدة جوه السلسلتين وسلسلتين. تمام، بعد كده بتشتغلي الأربع أعمدة، بتسيبي اللي هو بقى ايه، هيبقى عندنا السطر التامن من الغرزة اللي بتخلص. هتسيبي العمودين وتشتغلي 4 أعمدة، 1 2 3 4 وسلسلتين. ده كده السطر التامن من الغرزة. الجزء بقى بيرجع يتكرر معاكي تاني، فانا عشان مطولش عليكي الفيديو انت بتكرري الجزء ده كده. تمام، اللي هو الاربع اعمده سلسلتين عمود جوه السلسله، سلسلتين 4 اعمده، سلسلتين 4 اعمده، سلسلتين. تمام، يعني السطر التاني من التكرار كله بيمشي معاكي 4 اعمده، في الجزء ده اللي هو السطر التالت من الغرزه بيبقى سلسلتين عمود. تمام، هتكرري بقى بالشكل ده كده لحد ما توصلي لحد اخر السطر وتقفلي السطر زي ما بنقفله كل مره. ده كده شكل السطر التاني من التكرار. زي ما انت شايفة الغرزة اتكررت معانا بالشكل ده. تمام، دلوقتي هنشتغل السطر التالت من التكرار، هيبقى السطر التاسع من الغرزة اللي بتخلص معانا والسطر الرابع من ال3 غرز اللي اتكون. تمام، فهتتكرر معاكي هنا بقى السطر التاسع من الغرزة مرتين، اما السطر الرابع فبيبقى عندنا في اول السطر وفي نصه وفي اخره. هنشتغل دلوقتي السطر التالت من التكرار، بدايته هترتفعي الست سلاسل وهتشتغلي 4 أعمدة، 3 أعمدة جوه السلاسل وعمود على أول عمود، وده كده السطر الرابع من الغرزة. تمام، بعد كده بتشتغلي سلسلتين وهنا بيبقى عندك 4 أعمدة، فبتشتغلي عمودين جوه السلسلتين اللي قبل العمود وعمودين جوه السلسلتين اللي بعد العمود، فكده بيكملوا 4. بعد كده بتشتغلي سلسلتين وبتسيبي ال3 أعمدة وتشتغلي 4 أعمدة، أول عمود على ربع عمود و3 أعمدة جوه السلسلتين والسلسلتين. ده كده شكل السطر الرابع من الغرزة. تمام، اللي هو بيبقى بتتكون معانا في أول السطر وفي نصه وفي آخره. بعد كده هنشتغل عمود واحد بس، يبقى عندنا السطر التاسع من الغرزة عمود واحد بس. بتسيبي العمودين وتدخلي ما بين العمود التاني والتالت تشتغلي عمود زي ما اشتغلناها مرتين تحت اهو. تمام، بعد كده بتشتغلي سلسلتين وبتشتغلي ال4 أعمدة، وده كده هيبقى بداية التكرار معاكي. يبقى انت عندك التكرار هيبقى عبارة عن 4 أعمدة، سلسلتين 4 أعمدة اللي هم بتوع الغرزة، سلسلتين 4 أعمدة. تمام، وسلسلتين عمود سلسلتين، هو ده الجزء اللي بيتكرر معاكي. فدلوقتي هتشتغلي 4 أعمدة، 3 جوه السلاسل وعمود الرابع على أول عمود، وبعد كده بقى بتكرري نفس الطريقة اللي اشتغلناها وبتقفلي السطر. تمام، ده كده الجزء اللي بيتكرر معاكي. ده كده شكل السطر لما كررتي. تمام، دلوقتي هنشتغل السطر الرابع من التكرار. السطر الرابع من التكرار هيبقى السطر العاشر من الغرزة اللي احنا بنخلصها. تمام، والسطر الخامس من الغرزة اللي هنبدأها اللي كنا بادئينها يعني. فهترتفعي الست سلاسل، تاخدي لفة على الإبرة وتلفي الشغل، وهنا هنشتغل في السطر الخامس من الغرزة اللي كنا بدأناها اللي هي بتتكرر معانا هنا 3 مرات. فهتشتغلي ال4 أعمدة بنفس الطريقة اللي بنبدأها،
3 جوه السلسلتين وعمود على ايه، على اول عمود. كده بقى عندنا 4 أعمدة سلسلتين. تمام. بعد كده هنا هيزيد عدد الأعمدة ويبقوا 8. بتسيبي ال3 أعمدة وجوه السلسلتين بتشتغلي عمودين، وعلى كل عمود بتشتغلي عمود. فكده 3 4 5 6 كده 6 7 8. يبقى السطر الخامس من الغرزة عبارة عن 8 أعمدة. بعد كده بتشتغلي السلسلتين وتشتغلي ال4 أعمدة. هتسيبي 3 أعمدة وتشتغلي ال4 أعمدة. تمام. أول عمود منهم بتشتغليه جوه على رابع عمود. تمام. بعد كده بتشتغلي 3 أعمدة جوه السلسلتين. واحنا كده في السطر العاشر من الغرزة اللي بتخلص معانا. تمام. السطر العاشر هيبقى عبارة عن 4 أعمدة سلسلة 4 أعمدة. فبتشتغلي بعد ال4 أعمدة سلسلة بتعدي من فوق العمود وتشتغلي ال4 أعمدة 3 أعمدة جوه السلاسل وعمود الرابع بتشتغليه على أول عمود والسلسلتين. تمام. يبقى احنا كده ده السطر الخامس من الغرزة. أما هنا السطر العاشر من الغرزة اللي بتخلص. بعد كده بقى بتبتدي تكرري بنفس الطريقة اللي هي بقى عبارة عن 8 أعمدة سلسلتين 4 أعمدة، وبتكرري الجزء ده كده بتكرريه لحد آخر السطر. تمام. تاخدي بالك إن فوق العمود بيبقى فيه سلسلة واحدة بس. ده كده شكل السطر الرابع من التكرار. دلوقتي هنشتغل السطر الخامس من التكرار، وده آخر سطر معانا في التكرار. بدايته بتشتغلي ارتفاع 6 سلاسل 1 2 3 4 5 6. تاخدي لفة على الإبرة وبتلفي الشغل، وهتدخلي جوه السلاسل تشتغلي 3 أعمدة 1 2 3 وعلى أول عمود بتشتغلي عمود. فكده اشتغلنا 4 أعمدة. تمام. ال4 أعمدة دول أول سطر في الغرزة اللي هتتكون معانا. بعد كده بتشتغلي سلسلتين 1 2. هنا بقى هيبقى سادس سطر في الغرزة. تمام. فهتشتغلي كده جوه السلسلتين عمودين. هيبقى عندنا 12 عمود جوه السلسلتين عمودين، وعلى كل عمود من ال8 بتشتغلي عمود. فكده 3 4 5 6 7 8 9 10 وجوه السلسلتين عمودين. فكده 11 12. وبعد ال12 عمود بتشتغلي سلسلتين. تمام. فاحنا هنا بقى كده عندنا أول سطر من الغرزة اللي هو 4 أعمدة، وبقى عندنا هنا سادس سطر من الغرزة اللي هو سلسلتين 12 عمود سلسلتين. تمام. بعد كده بقى بيبدأ الجزء يتكرر معاكي. لما بيتكرر معاكي كل ما بيزيد بقى معاكي بيبقى بالشكل ده في النص. تمام. بيبقى عبارة عن ان هنا بيبقى السطر الأول من الغرزة وفي نفس الوقت السطر ال11 من الغرزة اللي خلصت. فلما بنشتغل ال4 أعمدة بنشتغل أول عمود منهم على رابع عمود عمودين جوه السلسلة، والعمود الرابع على أول عمود. فبتسيبي ال3 أعمدة وتشتغلي على رابع عمود عمودين جوه السلسلة، والعمود الرابع بتشتغلي على أول عمود من الأربعة، وبعد كده بتشتغلي سلسلتين. فده كده السطر الأول من الغرزة والسطر ال11 من الغرزة اللي خلصت معانا. تمام. بتكرري بقى بنفس الطريقة كده. بيبقى عندك بعد السلسلتين 12 عمود سلسلتين 4 أعمدة سلسلتين وهكذا. تمام. هتكرري كده لحد ما آخر السطر، وده كده هيبقى آخر سطر معانا في التكرار. ده كده شكل السطر الخامس في التكرار. تمام. احنا كده اشتغلنا 5 سطور هما اللي هيفضلوا يتكرروا معاكي. حطينا العلامة على بداية السطر الأول من التكرار. هنا هنحط العلامة على نهاية السطر الخامس من التكرار. تمام. أول بقى ما بتوصلي للنهاية
اشتغلتي كده ووصلتي للنهاية، بترجعي تبصي كده وتشتغلي من أول العلامة اللي هي بقى هيبقى السطر التاني من الغرزة اللي هو 4 أعمدة، سلسلة 4 أعمدة، وبتكرري، تفضلي تكرري في ال5 سطور دول 1 2 3 4 5. كل ما توصلي لنهاية السطر الخامس من التكرار ترجعي تاني للسطر الأول من التكرار وتعيدي. تمام، هتكرري كده، واحنا زي ما انت شايفة كده الغرزة هنا هتتكرر معانا كم مرة اللي بدأناها اللي هو أول سطر منها 1 2 3 4. تمام، وكل ما بتكرري في ال4 سطور بتزيد معاكي. أنا هنا كررت السطور وزي ما انت شايفة الغرزة اتكررت مرة وبعدين مرتين 3 4. تمام، وفي نص ال5 لما بتكرري بقى وتوصلي آخر سطر بتشتغليه اللي هو السطر الخامس من التكرار اللي هو هيبقى عبارة عن 4 أعمدة 12 عمود عشان يبقى السطر مستوي معاكي كده ويبقى الشال من عند الكتف مظبوط. أنا كده وصلت معاكي لنهاية الفيديو، يا رب الشرح يكون كان واضح ليكي، وإن شاء الله نتقابل في فيديو جديد، ولحد ما نتقابل أسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.